اللي هعمله في 4-5 سنين لوحدي هخلصه في الكورس في 6 شهور. خدوا كورس يا جماعه، يعني ما تألفوش معايا او مع غيري، يعني دي مش القضيه، بس يعني قبل ما تدخل هيجي على الديمقراطيه اللي طبعا يعني هو انا ما بقولكش تعالى لي، انا بقول لك اتعلم في كورس مع حد فاهم. طب اعرف منين انه فاهم؟ احضر معاه محاضره ببلاش الاول، وما تاخدش اي ماتيريال من اي حته الا وانت عارف الماتيريال دي مناسبه لمستواك ولا لا، هتوصل منها لايه، يعني تاخد من وراها ايه، وهتوصل منها لايه، وفي وقت قد ايه. ده معناه ان انت لما تروح تاخد كورس في اي مكان اعرف مستواك بقى في الاول. طبعا ما لازم تعرف انت بتعرف لحد فين ولا ما بتعرفش خالص. ده ممكن كمان يخليك تاخد ليفلز انت مش محتاجها وتضيع وقت وفلوس. بيحصل كتير. واو. انا جات لي بنت، الكلام ده كان اول ما اشتغلت في التدريس، بعد مثلا 6 شهور تدريس. البنت دي جت لي وقالت لي ان هي كانت بتاخد مع الدكتور جامعه، مع احترامي لدكاتره الجامعه يا جماعه عشان ما حدش يتخانق معايا، هي ده كلامها هي، انا ماليش دعوه. دكتور جامعه اداهم بقى لها سنه و3 أو 4 شهور بتاخد معاه، بيحفظهم كلمات، وكل ما يطلبوا منه انهم يعملوا كونفرسيشن يرفض. الجميل او السيء في القصه انها لما جت تعمل تحديد مستوى طلعت ليفل 1، وانا قلت لها ساعتها ليفل 2 عشان احافظ على نفسيتها من الانكسار. انك تروح كورس اولى من السيلف ستادي طبعا اسرع كتير. في ناس بتقعد 2 و3 و4، ودي كومنتس جايه لي على البودكاست القديمه في اليوتيوب. هو بيحفظ. الناس قالوا لي احفظ كلمات، ده جاي لي الصبح، النهارده الصبح، ممكن ابقى اخد لك منه سكرين شوت نحطه على البودكاست من بره. هو باعت لي النهارده الصبح، انا ناس كتير جدا نصحوني ان انا احفظ كلمات كتير، وبعدين الناس التانيين قالوا لي لا حفظ الكلمات، فقعدت سنه بحفظ كلمات، وبعدين التانيين قالوا لي بص ذاكر جرامر عشان الجرامر هيظبط لك الكلمات، فقعدت 2 تانيين بذاكر جرامر، وبعدين في الاخر قالوا لي لا انت الاثنين غلط، احفظ جمل. كل السنين اللي ضاعت دي احفظ جمل. وقعدت سنه تانية بحفظ جمل، سنه. هو ما بيدينيش شهور وما بيدينيش ايام، ده بيديني اماونتس مرعبه، سنين. وسنه تانية بحفظ جمل، وفي الاخر انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. لا حول ولا قوه. ممكن تقولي لي اعملها ازاي؟ دي مأساة. دي مأساة. سنين ضاعت. فهو مش عارف يوصل، وواقف في نفس الميدان وحواليه الشوارع الكتير، وعمال يمشي ورا كل واحد يقول له بص من هنا الفتاين ما شاء الله عليهم. طب هو روح اجري في الحته دي هتلاقي في الاخر. هو قال لك فين؟ هو قال لك فين؟ بص امشي من الناحيه دي يمكن تلاقي. فهو هيعمل سيلف ستادي بس جوه الكورس. مفهوم. يعني انا اخد من الكورس بتاعي افهم واستوعب وارتب، يرتب لي دماغي ويرتب لي افكاري ويرتب لي المعلومات اللي عندي ويرتب لي اللي هاخده، وبعد كده اكمل لوحدي او اكمل معاه وات ايفر. اللي هعمله في 4-5 سنين لوحدي هخلصه في الكورس في 6 شهور. لو الكورس ده كويس جامد، الناس دي عارفين هما بيعملوا ايه. خدوا كورس يا جماعه، يعني ما تألفوش معايا او مع غيري، يعني دي مش القضيه، بس يعني قبل ما تدخل هيجي على الديمقراطيه اللي طبعا يعني هو انا ما بقولكش تعالى لي، انا بقول لك اتعلم في كورس مع حد فاهم. طب اعرف منين انه فاهم؟ احضر معاه محاضره ببلاش الاول. اطلب من المكان انك تدخل تقعد مع الانستراكتور تتكلم معاه تحكي له مشكلتك. اطلب منهم ان انت تحضر محاضره فيها طلبه. اطلب منهم محاضره مسجله و2 تشوفهم للتو انستراكتورز غير بعض. اطلب انك تشوف بعينك وتسمع بودنك، ما تاخدش كلام الدعايه لا اللي احنا بنعمله ولا لاي حد تاني بيعمله بان هو مسلم بيه، وشوف بعينك واللي ترتاح له امشي وراه. كمل معاه. حلو ده، كمل معاه. لكن قصه ان انا رحت واتنصب عليا، انت جربت قبل ما تدخل؟ غالبا لا ما جربتش. طب انت بتلومني انا ليه؟ يعني انت تروح تعمل غلطه وتيجي تحاسبني انا عليها؟ اصل انتوا كلكم نصابين. ليه يا حبيبي كده؟ ليه بتجمع عليه؟ بالظبط. انا مالي، انا ما جيتش جنبك اصلا. انا مالي يا لمبي. انا مالي يا لمبي. سيلف ستادي مطلوب، لكن سيلف ستادي صح. انا مش هقول لك خد شويه الخضار والفاكهه دول وخش اعمل لي اكل. طب ما اعمله ازاي؟ لازم اقول لك تعمل ازاي. مش لازم اقول لك الطريقه، ولازم مع الطريقه اقول لك الخطوات، وبعد الخطوات اقول لك ايه الريزلت اللي انت هتطلع بيها، ايه النتيجه، ولا هي اي بتاع في اي حته باي شكل. بس فخدوا كورس وتعلموا سيلف ستادي. ما حدش في الدنيا ضد السيلف ستادي، وما تاخدش اي ماتيريال من اي حته الا وانت عارف الماتيريال دي مناسبه لمستواك ولا لا، هتوصل منها لايه، يعني تاخد من وراها ايه، وهتوصل منها لايه، وفي وقت قد ايه. ده معناه ان انت لما تروح تاخد كورس في اي مكان اعرف مستواك بقى في الاول. طبعا ما لازم تعمل تحديد انت بتعرف لحد فين ولا ما بتعرفش خالص. لازم تعمل تحديد مستوى. لازم هم يبقوا عارفين، والتحديد المستوى بيقيس ال4 مهارات: listening, reading, writing, speaking. يعني ما حدش يبيع لك ان انا هعلمك من A to Z، لازم يعرف انت فين الاول. طبعا ما هو انت مش انا عشان اوصل من الميدان لازم اعرف ان انا واقف في الميدان. ده ممكن كمان يخليك تاخد ليفلز انت مش محتاجها وتضيع وقت وفلوس. بيحصل كتير. واو. بيحصل كتير. انا جات لي بنت
الكلام ده كان اول ما اشتغلت في التدريس. بعد مثلا 6 شهور تدريس البنت دي جت لي وقالت لي ان هي كانت بتاخد مع الدكتور جامعه، مع احترامي لدكاتره الجامعه يا جماعه عشان ما حدش يتخانق معايا، هي ده كلامها هي، انا ماليش دعوه. والبنت دي موجوده لحد دلوقتي، العهده على الراوي. ماليش دعوه. دكتور جامعه اداهم بقالها سنه و3 أو 4 شهور بتاخد معاه، بيحفظهم كلمات، وكل ما يطلبوا منه انهم يعملوا كونفرسيشن يرفض. مش دلوقتي، لسه بدري عليكم، لسه حبه كتير على ما انتوا لسه ما وصلتوش للمرحله اللي ينفع فيها تدخلوا كونفرسيشن. مش مستعدين لسه، مش مستعدين. الجميل او السيء في القصه انها لما جت تعمل تحديد مستوى طلعت ليفل 1 يا عين والله، وانا قلت لها ساعتها ليفل 2 عشان احافظ على نفسيتها من الانكسار. بعد كل اللي عملته ده سنه وشويه، سنه وكام شهر، فده يعني كانت مصيبه بكل المقاييس. فنرجع تاني، اعرف انت واقف فين وعايز توصل لايه في وقت قد ايه، وهتدرس ايه مع مين، ومين ده هيساعدك توصل للي انت عايزه ازاي، وادخل يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا معاك. انت هتدفع فلوس وهتدفع وقت ومجهود والوقت وطاقه اغلى من ونفسيه. الوقت والعمر اغلى من الفلوس بكتير. فانت شوف هتدفع قد ايه وقت وهتدفع قد ايه فلوس، وانت في مستوى كام، وانت في ليفل كام، وعايز تروح فين. دي حقيقه، كل ده مظبوط.